بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح المعارف وعلى آله وأصحابه عدد حسنات كل عارف وغارف. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. أحبتي وأخواني في الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثي معكم متواصل عن سير وترجمة العارفين بالله تعالى والأولياء والصالحين رضوان الله عليهم أجمعين. وإن شاء الله موضوع حلقتنا اليوم عن أحد العارفين بالله تعالى وأحد الأئمة الأعلام، وهو سيدي الإمام العلامة محمد بن سيد الناس الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. وسيدي محمد بن سيد الناس الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أندلسي الأصل من أشبيلية. ولد في مصر عام 671 هجرية، وكان رضي الله عنه وأرضاه حافظا بارعا وأديبا بليغا. كان رضي الله عنه وأرضاه حافظا بارعا وأديبا بليغا، حسن المحاورة، لطيف العبارة، لا تمل محاضراته، كريم الأخلاق، زائد الحياء، وحسن الشكل، وهو من بيت رياسة وعلم. سمع وقرأ رضي الله عنه وارضاه، وارتحل وكتب وحدث وأجاز. أخذ علم الحديث عن والده وابن دقيق العيد، ولازم ابن دقيق العيد رضي الله عنه وارضاه سنين كثيرة، وتخرج عليه وقرأ عليه أصول الفقه، وقرأ النحو والعربية على ابن النحاس، وولي دار الحديث في جامع الصالح، وخطب بجامع الخندق، وارتحل إلى دمشق رضي الله عنه وارضاه سنة 660 هجرية. فكاد رضي الله عنه وارضاه أن يدرك الفخر ابن البخاري، ففاته بليلتين، وسمع من الكندي وغيره، وكتب الخط العربي والمصري، وتفقه ما قال الشيخ شمس الدين، ولعل مشيختي تقارب 1000. وأما عن مكانته العلمية ومصنفاته، لقد اشتغل الإمام فتح الدين بالعلم، فبرع فيه وصاد قرانه في علوم شتى مثل الحديث والفقه والنحو وعلم السير والتواريخ وغير ذلك من الفنون. وله رضي الله عنه وارضاه الشعر الفائق الرائق، وشعره رقيق سهل التركيب منسجم الألفاظ عذب النظم بلا تكلف، وله مدائح في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان رضي الله عنه وارضاه أحد الأعلام الحفاظ، إماما في الحديث، ناقضا في الفن. رضي الله عنه وارضاه خبيرا بالرجال والعلل والأسانيد، وكان عالما بالصحيح والسقيم، ولم يكن في مصر في مجموعة مثله في تلك الفنون رضي الله عنه وارضاه. ولقد صنف رضي الله عنه وارضاه كتب نفيسة، منها السيرة الكبرى والصغرى، وسماها عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير. وأيضا له مختصر نور العيون، وكتاب بشرى اللبيب في ذكر الحبيب. وأيضا له تحصيل الإصابة في تفضيل الصحابة. وأيضا له كتاب المقامات العلية في الكرامات الجلية. وأيضا له كتاب النفع الشذي في شرح جامع الترمذي. أما عن وفاته رضي الله عنه وأرضاه، كان رضي الله عنه وأرضاه حسن الطوية صحيح العقيدة، وكانت وفاته رضي الله عنه وارضاه في يوم السبت في 11 من شهر شعبان سنة 734 من الهجرة، وصلي عليه في الغد، وكانت جنازته حافلة،
ودفن عند ابن أبي جمرة، ودفن بجوار قبر سيدنا عبد الله ابن أبي جمرة في القرافة الكبرى. أما المسجد والضريح، المسجد في مصر القاهرة، سفح جبل المقطم بجوار خلوة السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها. ومسجد وضريح سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري صاحب الحكم العطائية رضي الله عنهما وأرضاهما. وأيضا ضريح سيدي عبد الله بن أبي جمرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا وبالله التوفيق، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.